السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني متتبعي قناتكم يوميات فلاح. أرحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على طريقة ديال التقليم ديال الشجر، وبالخصوص التقنيات اللي كيعتمدوها الناس اللي كيقوموا بالتقليم أو الزبير ديال الأشجار. الطريقة اللي كتوضع بها المقص باش تقطع به العود. كاين جوج ديال التقنيات. كاين التقنية الأولى هي ملي كنبغي نقطع مثلا عود كامل نبغي نحيدو، شنو هي الطريقة اللي كنعتمد. أو الطريقة الثانية إذا من نبغي نقطع غير واحد الجزء من العود، كيفاش نقطعو. هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الفيديو، فما تمشيوش بعيد ونرجع لكم بعد هذا الفاصل. كيف قلت لكم في بداية الفيديو بأن هناك جوج ديال التقنيات مهمين على كل واحد كيبغي يبدا في يتعلم طريقة ديال التقليم ديال الشجر، خصو يكون كيعرفهم. بالنسبة لملي كنبغي نقلم كاين قلت جوج ديال التقنيات. بالنسبة إلا بغيت نحيد العود كامل من الفرع الرئيسي، هذه التقنية الأولى كيفاش نحيدو، الطريقة اللي خصني نعتمد في القص ديالو بالمقص. وبالنسبة إلا بغيت نحيد غير واحد الجزء من الفرع، كيفاش نقطعو بالمقص. هادو جوج تقنيات غنتعرفوا عليهم. غنبداو بالتقنية الأولى اللي هي بغينا نحيدو واحد الفرع كامل من الغصن أو من العود الرئيسي. نشوفوا هاد الصورة هادي. هنا كيف كتشاهدوا في هاد الحالة هادي بغينا نحيدو عود كامل من الفرع الرئيسي. هذيك اللي باللون الخضر هي القطعة اللي خصها تكون صحيحة، اما دوك اللي بقاو فهما قطعات غير مناسبين، لان ديك الخضراء ملي كنقطعو بديك الطريقه فاننا ما كنمسوش الفرع الرئيسي. نجيو للتطبيق هنا، نوريكم الحاله الاولى اللي ما خصناش نقطعو منها، هي هذه. بعدنا على الجذع الاساسي. الحاله الثانيه اللي ما خصناش نقطعو منها اللي شفناها في التصويره الاولى اللي بالاحمر، هي اننا غادي نقطعو ولكن غندخلو في العود الرئيسي بهذه الطريقه هذه. كيفاش كتعرى العود الرئيسي. هنا كيكون مرتع البكتيريا والامراض، يقدر يسبب لنا تسوس ديال الجذع الاساسي ويمرض لنا الشجره كامله وتضيع لنا. القطعه الصحيحه هي هذه كيف كتشاهدوا. نحاول نقرب من الجذع الاساسي ونقطع. الحاله الثانيه نديرو نفس الحاله ثاني، نحاول نطبقوها في هذا العود هذا، لان هذه الحاله غنقطعوا العود كامل ونقوموا بالقص. ومن بعد ما كنسالي عملية القطع كندير الماستيك باش نمنع ديك البلاصة د القطع من التعفن، وباش ما تسللش ليها الرطوبة والحشرات. وبالنسبة للحالة الثانية كيف كتشاهدوا في الصورة، منين نبغي نقطع واحد الجزء من غصن كنحاول نقطع بمسافة قريبة من أول نمو خضري، وبدرجة ميلان بجهة معاكسة ديال داك البرعم، باش الا كانت شي قطرات ديال الماء ولا كذا ما كتهبطش لعندو هو تعفنو. لان العدو اللدود هو ديال اي نبته هي الرطوبه، ديما كتكون في الجهه المعاكسه باش القطرات ديال الماء كتنزل للجهه المعاكسه وكتسقط في الارض. نشوفوا هادشي في التطبيق. هنايا كيف كتشاهدوا في الصوره، هنايا قطعت مع اول ورقه بانت واحد المسافه كنخليها قليله شويه، وكنقطع عكس ديال الاتجاه ديال فين كاين الورقه مايله. نجربوها في هذه الحالة هذه تاني في الورقة الثانية التحتانية. إلا بغيت نقطع من هذه الجهة كنخلي واحد المسافة قليلة وكنميل المقص وكنقطع بدرجة ميلان معاكسة للورقة فين كاينة. نتمنى أن هذا الفيديو يكون عجبكم وكنوصلوا إلى نهاية هذه الحلقة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش علينا بالاشتراك ديالكم والضغط على زر الإعجاب والجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.